هو دانجوما لاعب توتنهام الجديد في نيجيريا تحديدا في لاغوس أكبر مدن نيجيريا. ولد لأم نيجيرية تدعى هاوا وأب هولندي اسمه سيس. هو أرنولد دانجوما الذي ولد في عام 1997 وفي الرابعة من عمره حدث له ما يحدث للكثير من الأطفال في العالم. حدث الطلاق بين الأبوين واختلفت مساراتهما وفي المنتصف كان الأطفال هم من يدفعون ضريبة هذا القرار. في الرابعة من عمره برفقة شقيقه وشقيقته تشردوا جميعا في الشوارع. كانوا بلا أب وأم وأيضا بلا مأوى لدرجة أنهم كانوا ينامون في السيارات. لكن هذا الحال لم يدم. بعد مدة احتضنهما أحد الملاجئ وحصلوا على الرعاية التي لم تمنحهم إياهم أسرتهم. وفي 11 من عمره أتته فرصة لا تعوض، فرصة لينضم إلى أكاديمية إيندهوفن الهولندية لأنهم خرجوا من نيجيريا بحثا عن الحياة في بلد نفسه التي يعيش فيها والدهم، حتى وإن لم يكن هو نفسه يهتم بهم. إنها 16 الفترة التي يقدمون فيها عقودا احترافية للعب بالأكاديميات في أوروبا. وكانت هي اللحظة المنشودة، اللحظة التي انتظرها دانجوما طوال حياته. في إيندهوفن كما في العالم بأسره تنتصر الوساطة وتغلب السياسة ويفوز من هم أقل موهبة وذكاء. والطفل المشرد في صغره شعر بالمرة الأولى في حياته أنه لم ينل ما يستحقه، لم يقدموا عقدا له. من هنا فهم أن رحلته قد انتهت في إيندهوفن. من هنا أدرك أن في الحياة موقفا يصعب نسيانه. ربما لم ينظر لمن ركبوا أحدث السيارات ولم يحسد أحدا على نعيم الأسرة، لكن في الوقت نفسه لم ينكر ولو في قرار نفسه أن هؤلاء هم من نالوا عقد حينها وأنه هو فقط من سيغادر لأنه لا يشبههم. كانت رحلته قادمة إلى نادي NEC نجم الهولندي وكأنه عاد إلى حيث بدأ، لكنه فهم أن الصعود لابد أن يكون بهدوء لكي لا يكون السقوط حرا. والخير كله كان ينتظر خارج هولندا. في كلوب بروج البلجيكي أثبت نفسه وقدم أوراق اعتماد، لكن حلمه الأكبر لم يكن في هولندا ولا حتى في بلجيكا. كان حلمه الأكبر أن يصبح لاعبا أساسيا في صفوف عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز، أو أن يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بأي حال من الأحوال. وبعد مدة على الطاولة كان عرض الله يرفض من بورنموث الإنجليزي. لمدة 2 سنين كان أرنولد دانجوما هو الحديث الساعة في بورنموث، ليس لجودته كلاعب فحسب بل لسلوكه وأخلاقه الطيبة خارج الملعب أيضا. لعب بقائمة بورنموث موسمين، خاض خلالهما 47 مباراة، سجل 15 هدفا. ومن هنا خرج إلى نادي أكبر إلى فياريال في إسبانيا. وفي فياريال تردد اسمه كثيرا خلال فترة وجوده هناك، إلا أن خرج على سبيل الإعارة إلى الفريق اللندني نادي توتنهام ويصبح لاعبا أساسيا في واحد من عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز، النموذج المثالي للمسلم. لم يكن دانجوما لاعبا رائعا فحسب، فقبل موهبته كان إنسان ذا خلق وقيمة كبيرة في كل البيئة التي حل بها ودخلها. دانجوما لم يكن قوي من ناحيته الدينية في صغره بل بممارسة، وما حدث له طول حياته أصبح ما هو عليه الآن. بحث عن الله في كل شيء حوله، في اللحظات الصعبة التي مر بها وفي اللحظات التي ظن فيها أن كل شيء يسير على ما يرام. اجتهد في بحثه، خاصة كونه ينطق بلسان أعجمي يصعب عليه فهمه معظم آيات القرآن. كل مدربيه وزملائه في كل الفرق التي مثلها أشادوا بسلوكه وانضباطه داخل وخارج الملعب. قالوا إن دانجوما هو المثال العبقري المسلم الملتزم في أوروبا. هو الذي ظهر في أحد اللقاءات يتحدث عن فضل الله ودين الإسلام على حياته ومهنته. الحياة القاسية في صغره وشعوره الوحدة الذي شعر به علمه أن يكون إنسانا مؤمنا ورحيما في الوقت نفسه، بل على العكس. رغم ما حدث بينه ووالديه لم يرفضهما حينما أصبح ما هو عليه الآن، ما زال يتواصل معهما ويعاملهما بحب وإخلاص. رغم أن فترة الحصول على عقود احترافية في إيندهوفن كانت قاسية كما أسماها، إلا أنها جعلته ينظر إلى الحياة بمنظور ديني قائم في أساسه على الإيمان بأن الله معه حتى وإن تخلى عنه الجميع. لم يعتبر فترة تشردها عيبا وينتقص منه. لم يشعر في أي فترة صعبة في حياته بالظلم، بل ظن أن الله وضعه في تاريخ كان من المفترض أن يتعلم فيها أن يحافظ على الأشياء التي يمتلكها ويحاول أن يبذل ما استطاع من جهد للبحث عن ذاته ونجاحه في أمور الدنيا والدين. يمكن أن تقابله بين حين وآخر على حسابه الشخصي على إنستغرام يقرأ آيات من القرآن الكريم، ويمكنك رؤيته في المساجد خاصة في المدن التي يزورها كلاعب، ويمكنك أن تسمع عن كل من تعامل معه حسن الخلق وطيب المعاشرة.